تفضل. انت جورناليست نحييك. ولا عندك فيديو انا قلت هذا اختراع دواء معجزه جيبيه لي. لا ما نغلطوش بعضنا، نكونوا صراحه مع هذا الشعب. لا عندك انا قلت هذا اختراع المعجزه، كلمه المعجزه والله دواء جيبيه. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدواء رانا في اطار الانتاج، رانا في التصنيع وبقات لا كوميرسياليزاسيون معناتها التسويق. نكونوا صراحه مع هذا الشعب. لا عندك انا قلت هذا اختراع المعجزه، كلمه المعجزه والله دواء جيبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. علاج مرض السكري أو يعني ماهية هذا الدواء. هذا الدواء من نوع خاص. نكونوا صراحة مع هذا الشعب. لا عندك أنا قلت هذا اختراع المعجزة، كلمة المعجزة والله دواء جيبيه. راح نكتشفوا فيك عدة أشياء أنت اليوم. نعم. هذا اكتشافك لهذا العلاج لهذا المرض تاع الصدفية هو اللي قادك باش تلقى علاج للسكري. نروحوا لهذا السكري لأنه ربما يهدد حياة الناس، كي الناس يموتوا بهذا المرض. نعم. كيفاش حتى توصلت لهذا بلا ميم ايبوتيز هذه فرضيه، سي اون ايبوتيز اي لابروش ثيرابوتيك. المشكل هو يوقع في او ميم بوان، سي اون مالادي اوتو ايمين هيريديتير كرونيك، يعني كاين بيناتهم سي دي مالادي كوزين، سيتادير كي تعود عندك اون بروجيكسيون وان شيما ثيرابوتيك يمشي للبسوريازيس. الناس بالك تجهل واش هو البسوريازيس. البسوريازيس اون ماتيير دو ثيرابي سي انكرويابل، باه تقدر تكونتروليه ولا تفهمو. الور لا تو لو ميتريز وتكونتروليه بور ليراديكي، يعني تريتيه سي ايمونس. وانا نقول لك وبصراحه بالك سي لا بروميير فوا نقولها، الصعوبات اللي لقيتها مع البسوريازيس مش كيما الصعوبات تاع اللي لقيتها مع داء السكري. الداء السكري يعني بالك من عند ربي هذه، والله الحمد لله هذه نعمه. نعم. جاني المرض السكري سهل على البسوريازيس. نعم. نكونوا صراحه مع هذا الشعب. لا عندك انا قلت هذا اختراع المعجزه، كلمه المعجزه والله دواء جيبيه. قال هذا مشروع القرن، هذا نوبل. الله اكبر. وراك ارواح الله نوبل. قال وماذا اشترط عليك؟ خاطر داروا له تحاليل. وماذا اشترط عليك؟ هو ما اشترطش، هو الواقع، نهضروا درك الواقع. قال لي تاع ارواح، وهذا مشروع نوبل ما عندناش حتى منافس. ولكن ما دامك انت عربي راك ما تقدرش تبارتيسي. وانا ما كانش قصدي نوبل تاعهم هذه، خلاص. انا كانت عجبتني انه استعرف بالقدرات الجزائريه. الحمد لله. قال لي ارواح عندنا، كاين عندنا كيبعث لي الكونطرا قريت il faut pas تقول الدواء راهو عربي وانت عربي، on va essayer de sinon on n'a aucune chance. ما يفوت لا دواك لا انت. قلت له مادام هذه هو عربي وانا عربي، كفايه تحب تسميني بيير ولا جورج والله ما فهمتكمش. يعني بدل اسمك ويعقب الدواء. il n'existe pas. الدواء هذا il n'existe pas. بالنسبه لدواء علاج داء السكري واش اسمه ذكرني؟ احنا مديت له اسم صافي 5 ans ديابيكسين. Mais j'ai pas enregistré le nom tant que le produit n'est pas enregistré. Mais apparemment خرج un nom ديابيكسين في الدنمارك ولا le nom ديابيكسين. C'est pas mon ديابيكسين. من بعد راح يكون له اسم اخر عنده dénomination ان شاء الله et classification pharmaceutique و enregistrement باسم يعني مو تكنيك pharmaceutique و le nom commercial. هل جربته على بعض المرضى اللي عندهم داء السكري في الجزائر؟ المئات. النتيجة كيفاش كانت؟ في 6 أيام يقول لك العبد اللي لأنه مهم جدا هذا الموضوع. 6 أيام الإنسان الأول راح وهذا إنسان ثاني، خاصة الأولاد الصغار. نكونوا صراحة مع هذا الشعب. لا عندك أنا قلت هذا اختراع المعجزة، كلمة المعجزة والله دواء جيبيه. C'est pas une nouvelle invention. C'est depuis 10 années consécutives que moi je suis dessus. L'invention هذه درتها عندي 10 سنين. Mais je viens de l'enregistrer. علاش؟ Parce que si on parle de diabète, c'est pas évident que quelqu'un il parle du diabète et présente un traitement pour un malade. Donc j'étais réticent par rapport à mes déclarations وكنت نستنى باه نكون sûr.
خاطر مسؤوليه امام الله عز وجل، امام المريض. نكونوا صراحه مع هذا الشعب. لا عندك انا قلت هذا اختراع المعجزه، كلمه المعجزه والله دواء صحه. باسكو لي زيفي تاعو سي دي زيفي ميراكل، ماشي انا اللي قلت سي زيفي ميراكل، سي لي جون كي دي سا. هذا قدم والرأي العام يعني مشات والإشهار على كل أنواعه مشى في ذهن المواطنين باللي هذا دواء ودواء يعني ميراكل. وحتى الاسم نتاعو كذا RH بريت RH بي بمعناه رحمة ربي. دوك نعطيك الكلمة. هذه يسمى أخذ في ذهن المواطنين بأنه دواء جديد. يعني المشكل Où est le médicament? Vous avez dit médicament, complément alimentaire. Complément on a commencé alimentaire. par médicament, Pardon? on a terminé par complément alimentaire. Qui a commencé? Qui a dit? Monsieur. جيب لي فيديو. Nous avons ما تهضرليش قول لي والله قلت انا sur la ميديكامون. presse que c'est un nouveau. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدواء رانا في اطار الانتاج، رانا في التصنيع وبقات لا كوميرسياليزاسيون معناتها. يا اخي مش ميديكامون ايلون ايدونتيفيي، ما فيهش برودوي شيميك تخلقوا، حاب تخلقه لي خلقوا انت. انا ما خدمتش لما ما يكونش فيه هذا برودوي. اسمع يا اخي، اسمع يا اخي، سي اون كومبينيزون دو برودوي ناتورال. حتى في لابواط مدير لهم لي زينيسيال اللي مديرتها البروفيسور الامير. انا كون جا ميديكامون علاه نقعد لك في الجزائر انا؟ علاه انا نجي عندك هنا؟ ولكن انا المصدر، شكون اللي دار الاشاعه والدعايه؟ انا المصدر عمري ما قلت دواء. شكون اللي قال؟ قلت دواء. شكون اللي قال دواء؟ انا ما فهمتش شكون اللي قال دواء ولازم دواء. طيب معالي الوزير، الدكتور توفيق يجرب هذا الدواء منذ 11 سنه. نعم. الكثير من الحالات شفيت، الكثير من الحالات تحسنت كثيرا. هذا الدواء لحد الان اعطى نتائج ايجابيه. نعم. وانت تعترف بذلك شخصيا. انا المصدر. شكون اللي دار الاشاعه والدعايه؟ شكون اللي دار؟ الدكتور سليمان. انا المصدر عمري ما قلت دواء. شكون اللي قال؟ قلت دواء. شكون اللي قال دواء؟ انا ما فهمتش شكون اللي قال دواء ولازم دواء. عبيط ابن قسنطينة الذي اخترع دواء لعلاج مرض السكري. هذا الدواء الذي قال عليه وزير الصحة في التسجيل المصور، قال إنه الدواء المعجزة الذي سيحدث ثورة في العالم. هذا الدواء عندما قدمناه مع مخترعه الدكتور توفيق أثار الكثير من الجدل. هناك حتى من لم يصدق الخبر أنه كيف طبيب جزائري يقوم باختراع دواء لأصعب الأمراض المزمنة في الجزائر. فقط أكثر من 4 ملايين مريض، في العالم الملايين والملايين. انا المصدر. شكون اللي دار الإشاعة والدعاية؟ شكون اللي دار؟ الدكتور سليمان. انا المصدر عمري ما قلت دواء. شكون اللي قال؟ قلت دواء. شكون اللي قال دواء؟ انا ما فهمتش شكون اللي قال دواء ولازم دواء. توفيق زعبيط ابن قسنطينة الذي اخترع دواء لعلاج مرض السكري. هذا الدواء الذي قال عليه وزير الصحة في التسجيل المصور، قال إنه الدواء المعجزة الذي سيحدث ثورة في العالم. هذا الدواء عندما قدمناه مع مخترعه الدكتور توفيق أثار الكثير من الجدل. هناك حتى من لم يصدق الخبر أنه كيف طبيب جزائري يقوم باختراع دواء لأصعب الأمراض المزمنة في الجزائر. فقط أكثر من 4 ملايين مريض، في العالم الملايين والملايين. على كل انا المصدر. شكون اللي دار الاشاعه والدعايه؟ شكون اللي دار؟ الدكتور سليمان. انا المصدر عمري ما قلت دواء. شكون اللي قال؟ قلت دواء. شكون اللي قال دواء؟ انا ما فهمتش شكون اللي قال دواء ولازم دواء. لو تشد هكذا تحكم هذيك العلبه يصورها، لا هذيك اللي داخل العلبه اللي فيها الدواء. نعم. دورها. ايوا انا المصدر. شكون اللي دار الاشاعه والدعايه؟ شكون اللي دار؟ الدكتور سليمان. انا المصدر عمري ما قلت دواء. شكون اللي قال؟ قلت دواء. شكون اللي قال دواء؟ انا ما فهمتش شكون اللي قال دواء ولازم دواء. الدواء هذا يكون متوفر في الاسواق، لانه انني خايفه انه الشيء اللي خايفه منه انه الناس لما تخرج تحب تشري الدواء ما تلقاش، ربما تصير فيه مضاربه، ربما انا اتمنى انه هذه الامور ما تحدثش. هذه رساله للناس اللي شككوا في دواء الدكتور، الناس اللي اتهموه اتهامات وحنا كذلك اتهمونا. انا اختي كانت بلا سولين، حبس لها سولين. اختي تقعدوا تسجلوا معاها، كانت بلا سولين، تبلغ من العمر 54 عام، كانت بلا سولين، راهي بلا انسولين.
لازم نامنوا بالجزائريين، امنوا بالجزائري اللي يقدر يصنع المعجزات. انا المصدر شكون اللي دار الاشاعه والدعايه؟ شكون اللي دار الدكتور سليمان؟ انا المصدر عمري ما قلت دواء. شكون اللي قال؟ قلت دواء. شكون اللي قال دواء؟ انا ما فهمت شكون اللي قال دواء لازم دواء. فاصل، نشكروا الدكتور بزاف، نتمنوا له كل التوفيق والنجاح، وان شاء الله هذا الدواء يوصل لكل الجزائريين المصابين بهذا المرض، ونتلاقاو بعد فاصل قصير باش نكملوا هذا البرنامج. ابقوا معنا. انا المصدر. شكون اللي دار الاشاعه والدعايه؟ شكون اللي دار الدكتور سليمان؟ انا المصدر عمري ما قلت دواء. شكون اللي قال؟ قلت دواء. شكون اللي قال دواء؟ انا ما فهمت شكون اللي قال دواء لازم دواء. وعلى فكرة هو كل التفاصيل الخاصة بهذا الدواء الذي سينقذ حياة الملايين من الجزائريين تتابعونه بالتفصيل في الشروق تحقق لي الزميل عمر بودي، سنعلن عليه في وقته بحول الله. انا المصدر. شكون اللي دار الاشاعه والدعايه؟ شكون اللي دار الدكتور سليمان؟ انا المصدر عمري ما قلت دواء. شكون اللي قال؟ قلت دواء. شكون اللي قال دواء؟ انا ما فهمت شكون اللي قال دواء لازم دواء.